السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد، بس قبل ما نبدي نشاهد الفيديو كالعادة يا بنات ونصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، كله ميزان حسناتنا وحسناتكم حبايب قلبي، في أجر لي ولكم إن شاء الله يا بنات. وقبل ما تبدون تشاهدون الفيديو لا تنسون اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا حبايبي وخواتي وأخوتي، أهم شي اللايك ومشاهدة الفيديو كامل. وهنا جتكم طريقة الزلابية وإن شاء الله تنال إعجابكم، والطريقة إن شاء الله سهلة وبسيطة. أول ما بدينا سويت الشيرة وياكم بنات مثل ما شفتوا، كوبين شكر وكوب ماي مثل ما واضح بنات، وخليناه على الهيتر. الشكر يعني خليته هو يذوب يعني بحاده بنات. ومن تبدي تفور الشيرة أول قطر حسب ما تسمونه بنات، هنا بدأ يفور نصينا لحركة الهيتر، خليته على رقم 8 وعدله 5 دقايق وأطفيه عن النار. وهنا خليت ملح الليمون أو اللامندوزي حسب ما تسمون، احنا نسميه اللامندوزي، أو إذا عندكم ليمون فريش هم اعصروا فريش، يعني ليمون فريش. ثاني ما متوفر بنات عندي لامندوزي، فضفت بطرف الخاشوقة أو المعلقة اللامندوزي بنات. وهنا مثل ما قلت لكم تعدون 5 دقايق وتطفون عن النار بنات. أهم شي الشيرة تصير يعني لا هي تخينة ولا هي خفيفة، يعني عن هاي الطريقة إن شاء الله تعتمدونها وتنجح بيدكم طريقة الزلابية. وهنا هاي المكونات الزلابية بنات، هنا كوب طحين وكوب نشا وكوب وربع ماي وخاشوقة خمرة أو معلقة حسب ما تسمونها بنات، ومعلقة شكر. وهاي المواد مالتها كلش سهلة وبسيطة بنات. وهنا نبدأ نجانس المواد الخمرة والشكر بنات إلا ما يذوب. وإن شاء الله سهلة وبسيطة الطريقة، وتجربونها وتكتبولي بالتعليقات. هنا بنات آخذ خاشوقتين طحين بداية، يعني أخلي وياه، هاي أول تخميرة يعني نقول بنات. الخطوات كلش سهلة وبسيطة، بس يراد منكم يعني تتبعون الخطوات إن شاء الله تنجح بيدكم بنات. هي أنا مثل ما قلت لكم خليتها تختمر نص ساعة، وبعدين جيت بالخفاقة اليدوية خفقتهم وأنزل عليهم مواد البقية. هنا يعني الطحين كملته يعني كوب هو واحد بنات، واللي يحب يعني ضاعف المواد يعني يسوي أكثر فضاعفوهن. فهي ما شاء الله يعني كوب طحين وكوب نشا، ما شاء الله سوت لي خير من الله. وسع تشوفون ما شاء الله يعني خير من الله، يعني حتى يعني طلعت يعني البيت أهلي صحى منه وما شاء الله ظل خير وبركة منه. وهنا ضفت النشا والطحين. وإذا تحبون إضافة الكاستر بنات هم ضيفوا خاشوقتين كاستر إذا تحبون، فأنا ما حبيتها يعني أخلي الكاستر فما خلت. فإذا أنتوا تحبون ضيفوا خاشوقتين كاستر. وهذا على طلب متابعتي، طلبت مني طريقة الزلابية، وإن شاء الله تشوفوا الفيديو وتستفاد من الفيديو بنات وتطبق الطريقة وتكتب لي بالتعليقات إن شاء الله يعني نجحت بيدها. فهاي هنا خليت بنات المواد وخفقتهم بالكامل، خليتها 10 دقائق هيجي وجيت هم خفقتهم. وأنا متوفرة عندي هاي الأكياس الحلواني مالت كيك، يعني استخدمهم للكيك فاستخدمت بهم واسوي بهم الزلابية. واذا انتم ما متوفر هاي الأكياس عندكم بطل الصاص، بطل الكاتشب هم يصير، بطل الدكتور رمان هم يصير. فإذا ما متوفر عندكم أكياس الحلواني يعني بأي شي تدبرونها تسوونها. بطل مال الماي هم يعني القبق تسوونه ثقب صغير وتسوون بيه تشكلون بيه الزلابية بنات. وهنا بديت وياكم أقلل الزلابية بنات، وشفت الشيرة ما شاء الله شلون صارت، نجحت كلش يعني الشيرة، القطر أو الشيرة حسب تسمياتكم حبايب قلبي، ما شاء الله كلش نجحت. وهنا بديت وياكم أشكل الزلابية بنات.
هنا لا تخلونه كل شي يتقلى بنات، شوي ياخذ نار وتبدون تقلبونه على الجهة اللغ. من يشوفون شوية يعني انقلت، طلعها من الزيت ومباشرة على الشيرة بنات أو القطر. وإن شاء الله الفيديو سهل وبسيط واستفادوا من هاي المعلومات وهاي الفكرة إن شاء الله، وتجربونها وهم تكتبوا لي بالتعليقات. أتمنى إذا جربتوا تكتبوا لي بالتعليقات بنات. وهنا حسب يعني شو ما تحبون تشكلونها بنات. خلي على ذاك العين شوي يصير بعيد عن الكاميرا، فاش سويت يعني سويت لكم كم وحدة هنا على العين الناصية، عينة صغيرة من هاي الجهة وعينة كبيرة من هناك، فإذا وديه من هناك ما يصير واضح لكم بالكاميرا. فاش سويت قليت على هاي العين حتى إن شاء الله يوضح لكم بالفيديو بنات. وهنا مباشرة من تنقلي قبل على القطر أو الشيرة أخليها هيك يفد يعني دقيقة أو أقل، وأطلعها من الشيرة حتى ما تمتص كلش يعني الشيرة. والله بنات كلش يعني نجحت، وهاي الطريقة أتمنى تجربونها. كلش يعني صارت زلابية تخبل مقرمشة وكلش يعني طيبة صارت بنات. جربوا هاي القطر أو الشيرة على طريقتي، والزلابية بنات هم جربوها على هاي الطريقة، وإن شاء الله تنجح بيكم وتكتبوا لي بالتعليقات. وهنا مثل ما واضح بنات تستوي أطلعها قبل على القطر وارجع أشكل بمكانها واحط له بس شوية يعني بنات. انتو شفت العجينة مالت الزلابية شوية سووها أثخن يعني من الهاي أنا سويتها، كان صارت يعني سائلة شوية يعني من أشكل ما لحق يعني عبنها سائلة بنات. وما شاء الله اختمرت يعني كلش وصارت خير وبركة. يعني هاي القلاصة الطحين ما توقعت هيك يصير، كمية ما شاء الله صينية مليانة صارت يعني، حتى يعني طلعت منها للجيران ولنا ما شاء الله كلش يعني صارت هواية. والشيرة كلش نجحت كلش يعني صارت لا هي ثخينة ولا هي خفيفة يعني، حتى الزلابية نجحت بيها. هي بنات السبب الشيرة تصير العفو الزلابية تنجح أو العوامة أو أي يعني نوع من الحلويات، هي همش الشيرة. إذا الشيرة خفيفة بنات أو القطر فتخرب عندكم الزلابية. هنا عاد أقولكم ما شاء الله شلون صارت مقرمشة وكلش طيبة. جاي أشرلكم يعني أقولكم ما شاء الله صارت مقرمشة وكلش طيبة. والله يا بنات أنصحكم تجربونها هاي الطريقة، وانتظر تعليقاتكم الحلوة. وأتمنى إذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو لا تنسون اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويصير إن شاء الله جزء من عائلتنا، وحتى كل ما ننزل فيديو جديد أو وصفة جديدة يجيك إشعار من عندي. إن شاء الله وصفاتنا تستفادون منها وهتستفادوا من الفيديوهات اللي أنزلها لكم، واكتبوا لنا هم بالتعليقات شو تحبون وصفات. إن شاء الله أنا ما أقصر وياكم. هذا على طلب متابعتي، طلبت مني طريقة الزلابية، وإن شاء الله تشاهد هذا الفيديو وتطبقها وتكتب لي بالتعليق. بنات كلش يعني يفيد يعني توزعون ثواب أو يعني توزيعات عندكم ما شاء الله يعني خير وبركة صار يعني من قلاص طحين ما توقعت هيك يصير كمية كلش. وهنا كملت الكمية الزلابية بنات هاي ما شاء الله يعني صحن كلش كبير يعني بس ما واضح بالفيديو. ما شاء الله كمية كلش صارت هواية، وهذا شكل الزلابية بنات ما شاء الله مقرمشة وكلش طيبة. واتمنى اذا جربتوه على هاي الطريقة اكتبولنا بالتعليقات. وان شاء الله كنت خفيفة الظل عليكم وعجبكم الفيديو ما مليتوا منه، وان شاء الله شاهدون الفيديو للأخير. وما شاء الله سأفتحها لكم واشوفكم اياها من الداخل شقد يعني مقرمشة، والشيرة يعني من داخلها شلون صارت. يعني استعانيت ببنتي يعني هي تفتح لي اياها
وما شاء الله شوفوا الشيرة شلون من الداخل. بنات إذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. وهذا شكلها من الداخل بنات، وسهمنا وسهمكم مليون عافية. مع السلامة بنات، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. انتظروني فيديوهات جديدة. ما شاء الله شلون مقرمشة وكلش طيبة.